ده كنت في روسيا 10 أيام بس. ده مش رايح أدور على حب، كنت رايح أهرب من كل حاجة بنتل. في اليوم التاني شفتها، حبنت روسية، عينيها كانت لون البحر المتجمد، بس نظرتها دافية باينتلين. تعالت لي تني بخوجنا عستلنخ. ده اللي ما فهمتش، لكن حسيت الجملة دخلت قلبي. ده اللي ترجمتها بعدين، انت مش زي الباقيين. من هنا بدأت الحكاية تتلصق. كنا بنتكلم بجوجل ترانسليت، بس كنا بنفهم بعض من غير ما نقرأ. تلصق. كنا بنضحك كتير، ما بس كنت حاسس إنه ورا الضحكة في سر كبير. طلعي في يوم وهي بتضحك فجأة وشها قلب. سألتها مالك؟ تك قالت لي بالروسي الزيابة لوبيت منيا. وترجمتها كانت صادمة، ما ينفعش تهبني. أنا اتلخبط. ليه؟ قالت لي مش هتقدر تتحمل النهاية. قلت لها خليني أعيش البداية، والنهاية دي نشوفها لما تيجي. توفي اليوم الأخير اختفت. دورت عليها في كل مكان، تنالمؤها اللي بنقعد فيه، الشارع اللي بنتمشى فيه، حتى الفندق اللي ساكنة فيه. مفيش بي. سبت روسيا وأنا قلبي مش فاهم هو حبها ولا اتحرك بيها. ده بس بعد ما وصلت مصر بيوم توصلني إيميل فيه صورة لينا وإحنا بنضحك. تحتها جملة روسية واحدة: إنك ده سامي نستيعشي تشوستوا لا تكتمل. لا أوقات أكتر المشاعر الحقيقية ما بتكملش،